بان وما عنديش علاقه بالسوشيال ميديا انا اصلا، وانما معزتي الكبيره الرجوه ما يمكنليش انني نسكت وما نهضرش. شوف يا اختي، كاينه مافيا، السيده كتعيش في ظروف صعبه، كل نهار كتموت 100,000 مره، كيطعنوها في شرفها، طعنوها في ولادها، راه عيب وعار. مراه مغربيه يتحطوا عليها دوك لي فيديو ودوك تصاور، وتخرج هي تهضر وتدعي وتمشي للمحكمه وتدخل عند البوليس وما يكون عند حتى ردة فعل من شهر 11. فين هو خصها تموت، خصها تنتحر بحال اللي وقع الوئام الدحماني. ما عرفتش انايا، عافاكم انا كنطالب. نسمعوا وفاه الله ينجيها بطول عمرها ديال رجوه السهلي كما توفات وئام الدحماني، وبقينا تنتاسفوا عليها مسكينه، وكيف ما تدمرات مريم سعيد وكيما تدمروا. صدقيني انه غيوقع هذا الشيء في المستقبل القريب الا ما تدخلوش. خاص الناس دايره معنا جروب وبالادله، كتعيطنا في الليل كتبكي كتقول لك واش نموت، ديروا بالكم على ولادي. واش هذه هضره حنا في المغرب. شحال ديال الفيديوهات والصور خرجوا لها؟ صور قديمه. شوف صور كانت عندها مع الخطيب ديالها، ودوك الصور باختصار كانوا عندها هي والسيد اللي كانت معاه، صور حميميه بينها وبين. احنا كنا كنغلطوا، احنا كنا درنا اغلاط. بون مهم شغلها فوالا. احنا كنا ما دارش داكشي على العلن فوالا، باش ان انسان يهز داكشي ويمشي يلعب. السيده عاودت حياه اخرى وتزوجات وطلقات وعندها وليد ومربيه ومتبنيه بنيه، الله يسهل عليها. واخا الهضره ما كتقالش، وانما راه خص المجتمع يعرف باللي هذا الشيء راه كاين، يديروا في عين الاعتبار. السيده راها كتقاتل على ولادها، كتقاتل على حياتها ويزيدوها. ودابا كون ماتت اليوم راه خصك تشوفي لاكسيدون اللي وقعت لها، راه جاتها كخيط في الطوموبيل. ماتوا اليوم. راه كانت هي ماتوا هي ولبنى، يعني كانوا بجوجهم يقدروا يتقلبوا. الله حنا عيطوا لينا راه جايين من الرباط كنجريو، هازين طوموبيلاتنا كنجريو، والديها مساكن في الدار ما عارفين حتى شي حاجه، ناس بسطاء ما عارفين لا سوشيال ميديا لا انستغرام لا حتى شي حاجه، ما عندهمش علاقه اصلا بهما بهذا الشيء.